السلام عليكم، اهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنكمل مع بعض الكيك اللي احنا جهزناه في الفيديو اللي فات. هنعمل بقى تورتايه. احنا المرة اللي فاتت جهزنا الكيك لثلاث تورت بمقاسات مختلفة. وكمان جلسنا مع بعض التورتايه كده بتكون جاهزة معانا ويدوب بقى على التزيين. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف التزيين بتاع التورتايه بتاعت النهارده هنعمله ازاي مع بعض. كده تمام، التورتايه جاهزه معانا طبعا. لما بنبتدي في التجهيز من قبلها بفتره يعني حلوه، بنبتدي ان احنا نجهز كل خطوه ونحطها في التلاجة ترتاح وتاخد وقتها كويس جدا. تمام. طيب جلسناها وحطيناها في التلاجة لحد ما مسكت وبقت معانا زي الفل. بنبتدي بقى ان احنا نزين التزيين بتاعنا. التزيين بتاع المرة دي ان شاء الله يكون سهل ويكون شكله في النهاية حلو ويعجبكم. انا جبت الصوصات اللي هي صوص النوتيلا، وكمان اللي هو زبدة اللوتس، وصوص النوتيلا البيضة، وحطيتهم كده في كيس حلواني وعملت منهم فتحة بسيطة جدا. حطيت عليها خطوط كده بالطول وبالعرض بالشكل ده، وبدأت ان انا اقفلها من تحت بروزتات بسيطة. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل عليها ورود من فوق. جبت اللون اللي هو الموف وحطيته كده في شوية كريمة يعني، وبدأت ان انا اعمل بقى درجة الموف اللي انا حباها. يعني حابة تكون خفيفة، حابة تكون تقيلة، زي ما تحبي بتظبطي درجة اللون عادي جدا، مفيش مشكلة. احنا بنستخدم الوان جل للكريمة علشان نقدر ان احنا نلون الكريمة، فبنستخدم ليها الوان جل. جبت بقى الكيس الحلواني وجبت طبعا الشكل بتاع الوردة اللي بيعمل معايا رسمة الوردة، هوريه لكم دلوقتي. كده بقت جاهزة معايا. جبت كمان الأداة اللي احنا بنرسم عليها الوردة، ده الشكل اللي انا بعمل بيه الوردية يعني اللي بتبقى على التورتايه. ببتدي اول حاجة احط كده روزتاية بسيطة جدا من اللون الابيض بالشكل ده عشان ابتدي اعمل بقى عليها الوردية. ده يعني الجزء اللي ببني عليه الوردية بالشكل ده. ببتدي بقى اعمل خطوط كده بتاعة الوردية، بتبقى شكلها سهل ان شاء الله يعني. هي بس محتاجة ان احنا ندرب ايدينا عليها، يعني مش هتيجي من اول مرة، لازم تدربي ايدك عليها كذا واحدة بحيث ان انت تكون سهل عليكي بعد كده. انما هي يعني دي اسهل وردية ممكن نعملها، فبسيطة وسهلة، ما تقلقوش منها ولا اي حاجة. هي بس بتبقى محتاجة تدريب. عملت بقى ورود احجام مختلفة كبيرة وصغيرة كده بالشكل ده، وحطيتها كده في على الصوصات اللي احنا عملناها. جبت بقى بعد كده اللون الاخضر وبدأت ان انا الون جزء تاني من الكريمة علشان يكون الفروع اللي احنا هنستخدمها. انا بتقل اللون الاخضر، بحط بس نقطة من اللون الاسود بيديني الدرجة بتاعة الخضار دي. ببتدي ان انا يعني لما بستخدم اللون الاسود مش بكتر منه، لان اللون الاسود بيدي لون على طول، فاللي هو يعني مش نقطة كمان، يعني اقل بكتير. يعني ممكن ناخد بالخله بتاعه الاسنان لون كده ونحطه على الكريمه علشان تاخدي الدرجه المظبوطه، عشان ما تغمقش منك قوي. فالدرجه بتاعه الاخضر دي بتبقى حلوه جدا للفروع. ببتدي بقى اشوف الاماكن اللي محتاجة احط فيها فروع علشان يكون شكلها كويس في النهاية. ببتدي بقى يعني بايديا كده بضغط الفرع علشان يعمل معايا التكسيرة بتاعت الفروع ويطلع شكلها منظم ومتناسق في النهاية. حطيت كمان عليها اللي هو اللون اللي بيلمع ده، بيدي شكل حلو للتورتايه يعني في النهاية، بيدي للتزيين شكل مميز. وكمان حطيت عليها على الصوصات بقى شوية مكسرات وشوية من الشوكليت شيبس، طلع شكلها في النهاية حلو وبسيطة جدا.
ده الشكل النهائي للتورتايه بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب التزيين يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. الورود محتاجه ان احنا ندرب ايدينا فيها شويه، بعد كده هتتقنيها وهتبقى سهله جدا. والشكل النهائي للتورتايه طلع حلو جدا. كمان الصوصات كده كده احنا حشينها من جوه صوصات، فكده كده طعمها حلو. كمان الصوصات اللي احنا حطيناها عليها من فوق بتديها شكل حلو، وكمان طعمها حلو جدا. شكلها عجبني جدا، يا رب هي كمان تكون عجبتكم وتجربوها. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، هنزل لكم تزيين باقي التورت بتاعتنا اللي احنا جهزنا للكيك بتاعها الفيديوهات اللي فاتت. ولو لسه مش مشتركين في قناتي يا ريت تشتركوا، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك. شكرا لكم، سلام عليكم.